هناء، مساء الخير. مساء النور. حي هناء. بأي عمر بلشت تتحرشي بالفتيات أو الفتيات بلشوا يتحرشوا فيكي؟ 13 سنة، عمر 13، عمر بداية المراهقة تقريبا، وهذا العمر شوي عمر غير واضح في أي شيء، في الاتجاه لأي جنس. كنا عندنا عادات وتقاليد وليس أمامنا إلا مرأة. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة أستاذ محمود. نعم يا فندم، تحت أمرك. أشكرك من كل ما قلبي على الموضوع هذا الخطير. تفضلي يا محمد، عايزة تقولي حاجة؟ أنا عندي محورين. المحور الأول، أنا متزوجة، عندي أطفال وكل أموري تمام، لكن ألاحظ نفسي نفسيا يعني أميل للإناث أكثر، مع أني سعيدة في حياتي وكل أموري تمام، لكن أجد نفسي أميل للإناث. الحمد لله ما مارست شيء غلط، بس لا شعوريا أجد لذة في النظر إلى الإناث مثلي. هذا واحد. النقطة الثانية، في النظر فقط يا محمد؟ النظر ولا الملامسة أيضا؟ ممكن إذا صار ملامسة على العشوائية ممكن، لكن إنما ما عملتيش ملامسة مقصودة؟ لا الحمد لله. طب بتتضايقي منها ولا أو مع إني ما اتحرك، يعني في الطفولة كانت طفولتي سليمة، ما كان عندي. طب الدكتور بيسألك أنت بتتضايقي من الإحساس ده ولا بتتبسطي منه؟ والله أجد متعة. تلاقي متعة. طب اتفضلي المحور الثاني. المحور الثاني، أنا مرشدة طلابية. عندي 99% من الطالبات يميلوا للحاجة هذه بشكل خطير، والحركات واللمس والتقبيل وما أدري إيه، فماني عارفة من جد، مع العلم إني أتعرض لهذا الشيء من قبلهم، يعرضون علي. مرشدة يعني حضرتك بتشتغلي في مدرسة؟ طبعا في مدرسة ثانوية. يعني أخصائية اجتماعية يعني؟ أيوة حاجة زي كذا. 99% من البنات؟ 99 والله 99 يميلوا لانهم يحتكوا فيا، يعني يحاولوا انه يقربوا مني، وهذا الشيء مره من رمضان قبل اللي فات حصل ان في بنت جت لي، هي للاسف هي الباسف، يعني هي الشخصيه السلبيه في موضوع العلاقه الجنسيه. جايه تشتكي ان هي عندها ميول ناحيه صاحبتها بقى لها اكتر من سنه ومش عارفه، وابتدوا يمارسوا مش عارفه توقف، وحاسه ان ده حرام جدا. كل الاديان كانت بتمارس، كانوا بيصلوا تراويح في رمضان، فحظها هي بتحب صاحبتها جدا، صديقتها الانتيم بتاعتها، وراحت لمستها، حست بعواطف جياشه زي ما بتقول، فابتدت مش مصدقه، خرجوا ابتدوا يمارسوا اللمس. بعد شهر شهرين كان عندها تقريبا 15 سنه، فابتدوا يمارسوا العلاقه الجنسيه بينهم، وهي الباسف هي اللي جايه تشتكي. البوزيتيف او اللي هو الدور مش ايجابي، مش بيشتكي، هي مش عارفه تفصل علاقتها عنها، انها بتحتاجها. ده احنا بنقول يعني ايه عواطف.